السلام عليكم، كيف دايرين؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بالف خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله جاتكم وصفه اللي سهله وسريعه، وصفه غتعجب الكبار والصغار وخصوصا الصغار. وصفه الكاكي بالبودينغ الكاكي. صراحه خطير خطير، كيجي عاقد وبدون اي حاجه زعما هكا باش تخدروا، بدون جيلاتين وباي حاجه، بطريقه سهله واقتصاديه. وقبل ما نبداو كنتمنى منكم تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش توصلوا باي جديد من القناه. والان خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. عندي حليب غناخذوا كميه معينه، عندي 2 حبات ديال الكاكي اللي يكونوا طايبين، عندي 2 معالق سنيده ومعلقه كبيره ديال الكاكاو. ودابا غنمر باش نطحنوا المكونات كاملين. غادي ناخذوا ديك الحبات ديال الكاكي، نقيهم مزيان كما قلت لكم، الاحسن يكونوا طايبين. غنضيفوا دوك 2 معالق سنيده ومعلقه كبيره ديال الكاكاو. من الاحسن يكون هذاك ديال الساشي، ما كيكونش مر بزاف. وغنضيف الحليب تقريبا شي كاس عامر ديال الحليب. وغادي نطحن المكونات جيدا. كيف ما شفتوا مقادير اقتصاديه، وكيجي بودينغ خطير ناجح 100%. وما نقولش لكم على المذاق ديالو، غزال غزال غادي يعجبكم. انا شخصيا ما كنبغيش الفاكهه الكاكي ناكلها هكا، اما كندير لها الطريقه ديال البودينغ او كنطحنها مع فواكه اخرى. وبهذه الطريقه كيجي غزال غزال، ومع داك الكاكاو كيعطي واحد المذاق غزال غزال. غير جربوه، حتى ولادكم كيف ما قلت لما كانوش كياكلوا هكا الفاكهه ولا كيشربوا الحليب، جربوه بهذه الطريقه كيجي غزال غزال، غير يعجبكم، انا متاكده غادي يعجبكم. وهنا باش ينجح ضروري نبقاو نطحنوه مزيان، ضروري طحنوه مزيان. وخا يبان لكم داكشي تطحن بقاو تزيدوا تطحنوا ضروري. هنا من بعد ما طحنتو كما كتشوفوا، راه انا كنطحن فيه كان في شكل، وملي حيدته في شكل ودابا باش غنبدا نكوف فيه في الكيسان ولا الشكل اخر كيبدا كيعقد، يعني بدون جيلاتين او اي حاجه. كما شفتوا في الفيديو بهذا الشيء فقط كيجي عاقد وناجح 100%. انا كبيتو معكم هكا باش يبان لكم، باش فهمتي، باش تجربوا الوصفه وباش تعرفوا بلي راه ناجحه. يعني ماشي بالضروره نديروا شي حاجه باش تختار ولا شي حاجه، كيجي عاقد. قبل ما نديرو غادي نزينو بالقليل من الشوكولا، قطعه الشوكولا وغنزينو به. تقدروا تزينوا باش ما بغيتو، تقدروا هكا حتى هكا يبرد كتزينوا بالفواكه، البنان او المهم اي حاجه، كيبقى لكم الاختيار. غادي نزينو بقطع الشوكولا كيف ما كتشوفوا. قبل ما ندخلو للثلاجه غنضيف ليه بعض القطع ديال السيكار الشوكولا. كيف ما شفتوا راه بدا كيعقد، انا كنزين فيه وهو بدا كيعقد. انا وريتو لكم باش تبان لكم الرؤيه من الفوق، يعني التزيين ديروا اللي بغيتو. وغادي ندخلوه للثلاجه غير لتحت. دخلتو الثلاجه غير لتحت، يعني ماشي بالضروره نديرو الكونجيلاتور ولا شي حاجه، نو، غير خليتو في الثلاجه غير لتحت وكيجي ناجح 100%. وكيف ما كتشوفوا هذا الشكل ديالو من بعد ما كيبرد. هنا وريتو لكم من بعد ما بعد 20 دقيقه، بغيتكم تشوفوا النتيجه. يعني الا خليتيه اكثر غادي وكيعقد، انا بغيتكم تشوفوا النتيجه كيف كيجي، حيت ناجح 100% بصراحه. واحد الوصفه اللي غزاله غزاله غزاله. نتمنى تجربوها، حيت وصفه سهله وسريعه، وكما قلت لكم غتعجب الكبار والصغار. كيف ما كتشوفوا كيجي عاقد بحال شكل الفلون، يعني قلت لكم البودينغ كاكي ناجح 100%. بصراحه ما نقولش لكم عليه، غزال غزال غزال، غير جربوه، انا متاكده باللي غادي يعجبكم. وما نقولش لكم على المذاق ديالو، بصراحه لذيذ لذيذ لواحد الدرجه ما كتصورش. الى هنا كنقول لكم خليت لكم الراحه، الى فيديو قادم ان شاء الله. وما تبخلوش عليا لايكاتكم وتعاليقكم محفزه، وما تنساوش تشاركوا بالقناه فضلا وليس امرا.